طيب مرة كمان يا جماعة، المرض النفسي مش موضة ومش لعبة ومش حاجة تدعيها عشان تجيب تعاطف أو تهرب من التزامات اجتماعية عندك، أو بقى عايزة تفركشي، عايز تهرب من جوازة، الكلام ده كله عشان ده بيضر الناس اللي فعلا بتعاني من المرض ده. وبيبدأ إن الناس التانية خلاص ما تاخدش الموضوع على محمل الجد، ونلاقي الافيهات اللي احنا بنشوفها بقى بتاعت هي البنات كلها بقت باي بولر، هي الولاد كلها بقت بتيجي وقت الجواز ويجي لها منتل هيلث ايشوز وديبريشن. المرض النفسي مبدئيا مش انت اللي بتشخصه لنفسك. يعني ما ينفعش انت تبقى قاعد كده فاهم، تقعد حبه كده مقريف تقول ما انا بقيت بوردر لاين. ما فيش حاجه اسمها كده. ما فيش حاجه اسمها ان انت تقعدي يومين ثلاثه مش عايزه تخرجي او مش عايزه تكلمي اصحابك. اصل انا بقى بيجي لي رهاب اجتماعي، فاهم؟ بس انا بعدها بيومين عادي ممكن اروح حفله، ممكن انزل فيديوز على تيك توك وانا بهزر، كل 5 دقايق انزل ستوريز لصوري. لا، اللي عنده فعلا رهاب اجتماعي ده هو اصلا بيخاف من الكريتيسايزنج بتاع الناس، بيخاف من انتر اكشن مع الناس، فمش هيقوم منزل صوره، مش هيعمل فيديوز على تيك توك، مش الكلام ده كله. نفس الحكايه برضو، انت ما ينفعش ان انت تبقى حصلت حاجه وحشه او متضايق من صحابك فتقعد في البيت لا اصل انا بيجي لي بوردر لاين ديبريشن. لا برضو، هي الحاجات دي مش ببساطة ان انا متضايق او زعلان او ما بقتش حابب اخرج او ما بقتش حابب اكلم ناس معينة. هو حضرتك في دكاترة انت بتروح تحكي لهم اللي بيحصل معاك وبيعملوا تيستس معينة، وبناء عليه بيبداوا يشخصوا الموضوع. لكن انت كل الناس اللي بيبداوا كده اما اقعد اساله طب انت متابع مع حد؟ لا والله ما روحتش. طب انت بتكلم ثيرابيست؟ لا لا مش محتاج اكلم ثيرابيست، انا عارف مشاكلي ايه. لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. فده حاجتين، لا اما تعاطف لا اما بتزوغ من حاجه. زي بقول لك بقى، انت بقى بتهربي من صحابك، بتبرري للناس ليه ما بترديش عليهم، انت عايز تفركش مع صاحبتك، انت عايز تديهم وش في الشغل تكشم لهم. لكن كل ده ملوش علاقه بالامراض. لو هنتكلم كديبريشن، كسيزونال ديبريشن، برضه اي دي اتش دي، ده بقى حاجه بقى انا بقيت اي حد بوقفه في الشارع اقول له صباح الخير يقول لي على فكره انا عندي اي دي اتش دي. فجاه كله بقى عنده اي دي اتش دي. وتلاقي في الاخر تقول له اي دي اتش دي ليه، يقول لك اصل انا دايما وانا قاعد بهز رجلي ما بعرفش انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ فاهم؟ اصل انا لما بيبقى الكوبايه معوجه لازم اعدلها. ممكن يبقى او سي دي عادي، ممكن يبقى انت فاضي، ممكن يبقى فراغ، ممكن يبقى مليون حاجه تانية. فبعد اذنكم يا جماعه بجد، عشان والله الناس اللي بتعاني من الموضوع ده، واحنا اوريدي اصلا في ثقافتنا المنتل هيلث دي في ناس كتيره لسه بتتعامل معاها اللي هو يا عم استرجل، يا عم قوم صلي ركعتين، يا عم هو انت كل ما هتضرب بوز هتقول مكتئب. فاوريدي الناس ما بتاخدش الموضوع على محمل الجد، فمش طالباها ان انتوا تزودوها وتدعوا الامراض اللي مش عندكم.